تأهل نادي بالبشير إلى الدور الثاني من منافسة الدورة الشتوية الودية لكرة القدم التي تجرى منافستها بدار الشباب بدريان بعد غياب فريق رائد بن ساسي من حسيقارة. رئيس الفريق البشير يوضح أكثر. الرحمن الرحيم، الصلاة على أشرف المرسلين. نشكر مديرية الشباب والرياضة ومنظمين الدورة على رأس الحكم المنظم المختار عبد القادر. كانت عندنا مقابلة مع فريق عريق اللي كنا متمنين يكون حاضر باش نبرزوا معاه اللقب في هذه المقابلة بين مشعل بن البشير ورائد شباب حسيقارة. فإذ بها الفريق تاع الرائد لم يحضر في الوقت المناسب، مما اتخذت اللجنة المنظمة فوز بالبشير على البساط على فريق رائد حسيقارة. أما بخصوص الدورة، نظن الدورة هذه ما كانش في الوقت المناسب، بما أن اللاعبين تقريبا كامل اللاعبين راهم منخرطين في البطولة الولائية، ما يسمحش لهم باش يكونوا حاضرين في الوقت لأنه ونشكروا ديما المنظمين الساهرين على نجاح الدورة. أما فريق أولمبي حسيقارة فعني بتأهل سهل ومرن بغياب نادي الفتح. مسير الفريق الأوروبي يؤكد على النتائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أتينا مع الفريق الأولمبي حسيقارة لكن الخصم لم يأتي، خصم نادي الفتح لم يأتي لظروف ظاهرة، والحمد لله اللجنة قامت بلي فصل فوز على البساط نادي الفريق الأولمبي حسيقارة. الحمد لله والتوفيق. واش رايك في الدورة؟ منظمة على كل حال، مليحة، اللجنة واقفين مسؤولين كحكام وكمنظمين. الحمد لله إن شاء الله تفوت في ظروف جيدة. طه بن القدوس، المراسل الصحفي عاجل، دار الشباب بدريان، المنيا.